اسهل واطعم تتبيله للفراخ المشويه في الفرن، والنتيجه ممتازه هتعجبكم جدا. التتبيله دي تنفع للشوي في الفرن او لو هنشويها على الفحم، وكمان ممكن نتبلها بنفس التتبيله دي ونحطها فوق صينيه البطاطس بتطلع وهميه. شايفين الفراخ حرفيا دايبه وطعمها حلو جدا. تعالوا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه معايا فرخه هنا كيلو ونص وزنها، يفضل تكون من كيلو 200 جرام لحد كيلو 600، ما نزيدش عن كده. جبت الفرخة كده شطفتها شطفة بسيطة في الأول، وبعد كده هفتحها كده من الظهر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بالمقص بتبقى سهلة جدا. هنشيل بقى اي بواقي الدم كده جوه او اي حاجة مش مستحبة، وكمان هنقطع الحتة اللي في الجناح دي بتدي زفارة للفراخ وملهاش اي لازمة. هاخدها بقى اشطفها شطفة كويسة كده تحت المية، وهنبتدي ان احنا نعمل لها محلول الملح اللي هتتنقع فيه. عندي هنا مية هنزل فيها كده بمعلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة كده من الملح، وهنزل عليها بمعلقة كبيرة برضو من الدقيق بيشيل اي زفارة، وهننزل عليها كده بعصير ليمونية، وهنحط القشر برضو في المية مش هنرميه، وهنقلب حلو جدا. ولو في بقى معلقة طحينة بتخلي الفراخ تحفة، بتشيل منها اي زفارة، بس انا ما كانش متاح عندي. دي الفرخة كده بعد ما شطفتها كويس جدا تحت المية وشلت فيها اي بواقي دم او كده، هنقعها بقى في المحلول دون ساعة. بعد كده دي بعد شكلها بعد الساعة هناخدها نشطفها كويس جدا ونحطها في مصفى تتصفى من اي مية فيها. وهنا هجهز التتبيلة بتاعتي. هنجيب الكبة هننزل فيها ببصلاية كده متوسطة، عليها طماطميتين صغيرين، عليها قرن فلفل حراق، 5 فصوص من الثوم كده. هننزل بمعلقة كبيرة صويا صوص، ولو مش متوفرة مفيش اي مشكلة. معلقة صغيرة من الصلصة، معلقة كبيرة من الخل، معلقتين كبار من الزيت، وعصير ليمونة. وهنا بقى هننزل بواحدة ماجي. وهنا بقى التوابل: ملح، فلفل، بابريكا، كزبرة، بهارات فراخ، سماق. وهديها هنا كده رشة بسيطة من جوز الطيب، مش هنزود، هي رشة بسيطة كده. كده التتبيلة جاهزة معايا. هنضرب بقى التتبيلة دي كويس جدا لحد ما تنعم معايا خالص. عندي هنا الفرخة بعد ما صفيتها كويس جدا، هجيب مناديل مطبخ كده وابتدي ان انا انشفها برضو من اي بواقي مية فيها، مش عايزين فيها مية تضيع من طعم التتبيلة. بعد ما نشفتها كده كويس هجيب السكينة وابتدي ان انا اعمل كده فتحات في الصدر تساعد على ان هي تستوي اسرع، وان هي برضو التتبيلة تدخل جواها كده وتتبل وتبقى طعمها حلو قوي. هبتدي بقى ان انا انزل بالتتبيلة كده على الفرخة واتبلها كده من كل حتة، ما سيبش حتة كده الا لما اغطيها بالتتبيلة. واقلب الفرخة كده واتبلها برضو من ورا. يفضل ان هي برضو تقعد في التتبيلة دي 24 ساعة، لو ما عندكوش وقت اقل حاجة تقعد فيها 4 ساعات. انا كان عندي وقت وقعدتها ليلة كاملة. كده تاني يوم جبت صينية وحطيت فيها نص كوباية مية وحطيت الشبكة وحطيت الفرخة على الشبكة. طبعا مسخنة الفرن على درجة حرارة 200، هدخلها اول 10 دقايق على درجة حرارة 200، بعد كده هوطي النار ل180 واسيبها بقى ساعة وربع لحد ما تستوي وتبقى دايبة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حرفيا طعمها وهمي. اتمنى تجربوا الطريقة دي ومتأكدة ان هي هتعجبكم وهتنجح معاكم من اول مرة. انا هنا قدمتها مع رز بسمتي، ان شاء الله هعمل لكم الطريقة وهنزلها لكم. ممكن تقدموا مع مكرونة محمرة، مكرونة بصلصة، او بعيش كده وشوية سلطة وشوية طحينة، بتبقى خطيرة. جربوها وقوليلي ايه رأيكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامة.